شهید بشه. که چند سال بعد؟ چند سال؟ دیگه اون موقعی که به من بگو چند سال؟ اصلا 5 سال اسرائیل. 5 سال؟ اسرائیل نبود. نه اسرائيل ناس رياض. رياض؟ السعودي. احنا الحدود سوريا اخذناها وسنستمر ان شاء الله راح تصير تجميعات الكلمات راح ننظفها ونحول ان شاء الله الى حرس الحدود الوطن لقواتنا قواتنا. السلام عليكم شباب، السلام عليكم صبايا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين على نعمة تحرير سوريا من الفلول القرداحيين، من أولاد إيران أو أتباع إيران على اليمين واليسار، يعني من لبنان ومن العراق، وإن شاء الله قريبا من عصابات الهجري ومن الباطنيين بكل أرجاء العالم، الموجودين بكل أرجاء العالم، الذين يدعون أنهم مسلمون وبالحقيقة هن من أتباع إيران، يهاجمون المسلمين ليل نهار بطريقة خبيثة من تحت لتحت. منهم غسان بن جدو وكوثر بشراوي أحباب البوط. هال بيقولوا إنهم مسلمين سنة، بس إني بالحقيقة بيحاربوا المسلمين السنة ليل نهار. أنا حطيت الفيديو لهذا الصبي اللي اسمه، أنا ما بقى فيني أقول كلام كبير لأنه اليوتيوب حاطط علي. وهيدا الصبي هو صبي، هذا أبو مهدي المهندس، اللي اسمه أبو مهدي المهندس، هيك مسمى حاله. هو معتبر حاله إنه هو شيء قصة كبيرة. هلا شوفوا ليش. اللي عم بيسأل وعم بيقول له هذا الفلهوي الذكي كتير اللي معه، عم بيقول له تمنينا لك الشهادة. قال له أي ما تمنيت لي إياها؟ يعني بعد قد ايه أنا بموت؟ قال له بعد 5 سنين. قال له ليه بعد 5 سنين؟ قال له بنكون قضينا على إسرائيل. أبو مهدي المهندس تفاجئ وأخذ دار الذكي كتير، يعني هو كتير ذكي. قال له لا، هو عم يحكي إيراني. أبو مهدي المهندس هذا عراقي بس بيحكي إيراني أحسن من بزكشكيان، أحسن من عراقجي. قال له لا، هذا أبو مهدي المهندس قال له لا السعودية، هيك بطريقة إنه هو كتير فهمان، يعني إنه هو كتير ذكي هيك. لا السعودية. هيداك الصبي تاني تفاجئ، قال له شو؟ قال له السعودية، تدمير السعودية. إنه هو كتير ذكي، إنسان ذكي، يعني هذا أبو مهدي المهندس كتير صبي ذكي، ما في أذكى منه، يعني هو أخذ دار الشغلة كبيرة. السعودية. هيديك الصبي تفاجئ يا اخي. شو السعودي؟ عم بيقول له اسرائيل، بيقول له لا السعودي. قال له بدنا ندمر اسرائيل. قال له لا ندمر السعوديه. قال له طيب وامريكا؟ قال له لا امريكا ترامب هو يدمرها، بس كله بالايراني. قال ترامب هو بيدمر. ترامب دكه هو وقاسم سليماني مع بعضهم، ترك ما طلع منهم ولا نسره يا حرام، ولا نسره. يعني ما هلا بتروح على قبره لابو مهدي المهندس قاسم سليماني ما بتلاقي ولا نسره، ما فيش، قبر فاضي، يعني ما فيش. بقى انا حطيت هذا الفيديو قديم، بس انا حطيته لانه في خبر هلا، وانا بطلب من الاخوه السعوديين اللي هني اهلي. السعوديين هني اهلنا فعليا، يعني يمكن يكون نحن اصولنا سعوديه شاميه الله اعلم، بس هني بالنهايه اهلنا. مصدر سعودي مسؤول: هناك تنسيق بين الحوثيين والميليشيات العراقيه وايران لاعداد اعتداءات ضد المملكه، ما حنخلص منهم الا بالحرب، ما بنخلص منهم الا بالحرب. عم يرضعوا هني وصغار، الايرانيين عم بيرضعون للعراقيه. الحوثيين ما بدهم حدا يرضعون، هني بيرضعوا لحالهم، بس الايرانيين عم بيرضعوا العراقيين. طبعا انا بس اقول العراقيين ما قصدي كل الشعب العراقي، اكثر الشعب العراقي هو ضد ايران. عم بيرضعون كره المسلمين، كره المسلمين. كشف مصدر سعودي مسؤول عن وجود تقارير استخباراتية موثوقة ومتعددة تشير إلى وجود تنسيق بين الحوثيين والميليشيات العراقية بالتعاون مع الإلحاق الثوري الإيراني لتحضير اعتداءات تستهدف المملكة. يعني السعودية هلا عندها مشكلة بالصراصير
والدبان والناموس يعني والجرادين. عندها مشكلة كتير كبيرة فيهم، ولازم تجيب دواء يقضي على الصراصير والبكتيريا والجرادين. 3 عم بيهدوا الحالة البيئية للسعودية، جرادين وصراصير وبكتيريا ناموس. هاي الناموس عرفتوا مين الناموس قصدي، يعني أصغر شيء يعني. وذكرت صحيفة عكاظ السعودية أن المصدر المسؤول أوضح أن التقارير الاستخباراتية تتحدث عن تنسيق بين تلك الأطراف لتنفيذ أعمال عدائية ضد المملكة. وأضاف المصدر أن هذه التقارير تعد صادمة وتثير القلق بالنظر إلى حرص المملكة على تعزيز فرص الاستقرار وخفض التصعيد في المنطقة. المملكة دائما تتجه لأنه تخفض التصعيد، لأنه هم المملكة هو الاقتصاد وتطوير الاقتصاد. ما مثل غير شعب حمار ما بيفهم لا بالاقتصاد ولا بشيء إلا بس عنده بس قتل المسلمين، ما عنده شيء تاني. يعني براسهم فصائل المتعة بالعراق والحوثيين ما عندهم شيء تاني إلا قتل المسلمين، يعني ما بيفكروا بأي شيء تاني، لا باقتصاد ولا بازدهار ولا بتطور ولا بشيء أبدا، إلا بس قتل المسلمين. وشفناها بسوريا يعني، والحوثيين شفناهم باليمن كيف عم بيذبحوا المسلمين. يعني الجماعة ما عندهم أي شيء. والسعودية بعكسهم بهمها تطوير الاقتصاد، بهمها رفع الحالة المعيشية للمواطن السعودي، هيدا بهمها السعودية. بس هني هوليك ما بيهمنا. هذا أبو مهدي المهندس عراقي، هو بيقول له بدنا نضرب إسرائيل، بيقول له لا بدنا نضرب المملكة، بدنا ندمر المملكة العربية السعودية، البلد اللي خلق فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. هو بده يدمر البلد اللي خلق فيها الرسول، اللي فيها أقدس المدن بالعالم. هو هذا أبو مهدي المهندس. سبحان الله، رب العالمين بعت له واحد منه مسلم أصلا. ترامب منه مسلم أصلا، بعت له واحد خلاه هيك نصر، يعني شيء يمكن 3 4 5 نصرات هيك شوي، حطوه بتابوت ودفنوه، لأنه ما ضل شيء منه. وهكذا في تصريحات أن المملكة ستواصل العمل من أجل الأمن والسلام. يعني لحديت هاللحظة المملكة عم تحاول مع الحفاظ على جاهزيتها الكاملة للتعامل مع أي تهديدات تستهدف أمنها واستقرارها. أهم نقطة هيدي، الحفاظ على جاهزية المملكة الكاملة، لأنه بدها تعتازها. ما في مجال مع هيك حنقول عالم، مع هيك عالم يعني الفصائل المتعة بالعراق وأنصار المتعة الحوثيين حرس المتعة الثوري، بس بدهم يدمروا السعودية. ما بدهم يقتلوا مسلمين بس. وين في مسلمين بيروحوا بيقتلوهم، ما عندهم أي شيء تاني، ما بيفكروا بأي شيء. والله ما عندهم أي تفكير خارج هالمنطق هذا. لا بيهمهم سيادة العراق ولا سيادة اليمن، ولا بيهمهم تطوير الاقتصاد، ولا بيهمهم رفع الحالة المعيشية لأي حد. ما بيهمهم شيء، اللي بده يموت يموت واللي بده يعيش يعيش. المهم نحن نقتل المسلمين. هاو الفصائل المتعة بالعراق وأنصار المتعة الحوثيين. وشدد المصدر أن السعودية لن تتوانى عن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي عدوان. الطيران السعودي المبارك مطلوب هلا إذا في شي صفقة F-35 مدمج فيها ال AI اشتروها لأهلي بالسعودية. أنا نصيحتي أنا بس إنه اشتروا أي شيء. أنا بعرف إنه الفيديو طول، بس هول ما بينفع معهم إلا ال F-35، ما بينفع معهم إلا البيجر، ما بينفع معهم إلا ال B-52، ما بينفع معهم شيء ما بينفع معهم حوار. هول أنت بدك تيجي تقعدهم تحورهم، ما بينفع معهم. بس أنا بدي أوجه كلمة للمسلمين السنة اللي واقفين معهم لهون. هول الجماعة عم يقتلوكم ليل نهار، عم يقتلوا أهلكم. أنتوا بأي عين بتروحوا بتأيدون بتقولوا إنه هالمقاومة؟ كعيب الشوم عليكم. هالي عيب الشوم للمسلمين السنة اللي واقفين مع اللي بده يضرب يدمر المملكة العربية السعودية. يا عيب الشوم، يا عيب الشوم.